بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وشفاعك. طبعا النهارده رجعنا لكم فيديو جديد وروتين جديد عند الطيور، وان شاء الله هنمسكهم بقى كده النهارده هننضفهم وهنجهز عيش الرومي. الرومي عمل لنا مفاجأة يا جماعة، عمل لنا مفاجأة بسم الله ما شاء الله بقاله كده النهارده تاني يوم. فطبعا المفاجأة في الكرتونة دي اهي، طبعا هجيلكم فيها بس بعد ما اروق الأوضة بإذن الله. مين اللي باضت؟ سعدية، الأستاذة سعدية. في أخ عزيز دخل كاتب لي أنت الأسرة دي عارضة على كام؟ بص يا باشا، بقولها هناك علني قدام الناس كلها، الأسرة دي هتنزل لكل المتابعين. أنا عارضها ب7,000. دي غالية أوي. هقولكم أيوة يا جماعة، هي غالية عشان العلف أصلا ذات نفسه غالي، فأنا دي هتطلع ب7. بسم الله ما شاء الله. اديك 10/10 ومع جوز النوتي اهي، أول إنتاج مبشرة اللي هي البني دي، ويعني دي بعدها بأسبوع على طول هتبشر، يعني دي هترقد دي هتبشر على طول، فالاتنين من ورا بعض يعني بسم الله ما شاء الله. إن بدأت ترق أصلا للديك وعايزة ترقد له تطرق ولا تكسر وكده. تمام. طبعا انا بخلي الديك يا جماعه يكسر على ايدي، بخلي الديك يكسر على ايدي. فطبعا انا دلوقتي اطلعهم بره وامسك له الانتاج عشان يكسر عليها. تمام. اهو الديك يا جماعه لسه ما تمش السنه، اقسم بالله 8 اشهر 9 اشهر بالظبط او 11 شهر، فلسه ما جابش السنه. هو لسه عامه يعني لسه ما جابش السنه. تمام. طبعا همسك بقى اروق له من هنا واروق هنا عند الارنب اللي احنا جايبينه، واروق عند البدوات. طبعا كل ده همسك انضفه دلوقتي وهوريكم التنظيف بقى. بصوا يا جماعه، يعني على رأي الناس الهرية اللي بنهريها وبنشوفها على اليوتيوب، بدي هتجمل أكبر مزرعة فراخ وبط ووز عندك على السطوح. نفسي أعرف دي كده هي حتة ماشية عادية، مالها ومال المزرعة؟ مالها ومال المزرعة؟ دي هتبيض، دي هتفقس بيض، دي هتطلع بيض، دي هتبيض لك. مش عارف يعني، الله يسامح الناس اللي بتطلع بس تستغل اي حاجة وهلس وكله يطلع يجري وراها. طبعا انا هكنس هنا الاوضة وارجع لكم تاني. كده بقى احنا طلعنا السلاخة برا اهي زي ما انتوا شايفين، طلعت على طول. هنضف لهم هنا وهخلص لهم وهرجع لكم تاني. بعد كده هنخش بقى على الأوضة دي. وكده يا جماعة دخلنا نضفنا أوضة البدوات وبنضفها بقى كده. طبعا أنا مش موضح جامد يا جماعة المنظر. تمام. فاعذروني بقى عشان كان منظر كان متبهدل جدا جدا. طبعا بقى عادي. طبعا الحمد لله البدوات خلاص مبشرة على البيض والرومي وكده. الفيديو ده يا جماعة كان هينزل لكم من امبارح بس ما نزلش بس عشان حصل كده ظروف، فنزل النهارده. والأرنب خلاص بعناه. ربنا يا رب يبارك للي خده وبألف هنا لأصحابه. تمام. فإن شاء الله بقى انتظرونا بقى في فيديوهات جديدة اليومين الجايين. كل سنة وانتم طيبين، يقعد كده عليكم الأيام بخير يا رب بصحة وسعادة. طبعا بقى أنا شلتلهم كل التراب اللي عنده وروقت لهم كده. وطبعا بقى انتوا هتشوفوا بقى في نهاية الفيديو كل حاجة. يا ريت بقى تحطوا لنا بقى اللايك الجميل والكومنت عشان يوصل لكم كل جديد يا أغلى ناس في الدنيا. وكده زي ما انتوا شايفين طبعا انا جبت بقى شوية النشارة ورشيت عليهم بودرة جير يا جماعة مطفي. طبعا بقى انا بجهز كده اللهم لك الحمد يعني الرومية باضت، فبجهز لها بقى كده. طبعا بقى نشفت لها بالبرسيم وحطيت لها ورصيت لها البيض. بسم الله ما شاء الله يعني تبارك الرحمن. فطبعا بقى اعذروني بقى عن اي حاجة. طبعا بقى كده وصلنا لنهاية الفيديو، متنساش تحط بقى لايك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل الناس في الدنيا. سلام.